بيئة العمل أو work environment عنصر رئيسي وأساسي لنجاح أي مشروع. لما هاجي أعمل بيئة عمل لازم أفكر في حاجتين. أولاً، هل أنا موفر البيئة المناسبة للبني آدمين عشان يقدروا يشتغلوا وينتجوا ويطلعوا؟ وخد بالك إن مازلو لما اتكلم على احتياجات البني آدمين فهي احتياجات أساسية. أنا محتاجة أكون في بيئة فيها احترام، بيئة فيها أمان، بيئة فيها إحساس بالإنجاز وإن أنا بحقق كل يوم حاجة. فده الشق التاني، يا ترى أنت اخترت ناس مناسبة للبيئة بتاعتك؟ دي حاجة مهمة جدا. هو احنا شكلنا عامل إزاي؟ شكل الشركة عامل ازاي؟ قوامها عامل ازاي؟ ايه نوع او نوعيات البني ادمين اللي لما هتنضم لنا هتعمل اضافة حقيقية؟ فالحقيقة الورك انفايرمنت بتشتغل على الحتتين، انا كبيئة عمل قصاد اختياري للبني ادمين ومدى ملائمتهم لبيئة العمل. ولكن العكس كمان مطلوب. يا ترى انت كمدير هتوفر ليه الناس اللي بتشتغل معاك بيئة العمل المناسبة؟ هل هتعمل مجهود عشان ده يحصل؟ هل هتبقى مهتم قوي بالصحة العامة بتاعتهم؟ والصحة العامة أو الويلنس بقت شيء رئيسي وأساسي وبنسمع عنه كتير قوي في المؤسسات دلوقتي. كل ما هنجز في ده وهعمل فيه مجهود كل ما المردود على المؤسسة وعلى أرباحها بيكون أعلى، وحتى أثبتوها بإحصائيات كتيرة وبأرقام. فالويلنس ببساطة إنك تاخد بالك من الموظف في كل العوامل الرئيسية. الويلنس متقسمة لحاجات كتيرة جدا، ولكن هل بتاخد بالك من الفيزيكال ويلنس أو الجزء الصحي؟ هل بناخد بالنا من الانتلكتشوال ويلنس، إن إحنا يبقى في تثقيف عالي ونبقى طول الوقت بنعرض موظفينا لحاجات ومواقف كتير تخليهم يفكروا وينتجوا؟ السوشيال ويلنس، هل في جزء اجتماعي؟ هل بنخرج مع بعض في اجتماعات غير رسميه بتحصل؟ عندنا سوشيابيليتي عاليه او في تواصل مستمر ما بيني وما بين اطراف فريق العمل؟ وفي طبعا اسبكتس كتيره في فاينانشال ويلنس، ازاي بفكر في فلوسي واصرفها ازاي واصرف صح ازاي. كل دي حاجات كل ما هتركز في الموظف فيها وتكون بتديله من وقتك ومجهودك فيها كمؤسسة أو كفرد، أكيد المردود بتاعها يكون على الشركة ليكي أو ليه عالي جدا.